مساء الفل. النهاردة حلقة عايزين نتكلم فيها عن ازاي تكون ممثل شاطر. الحقيقة انه مفيش مقاييس معينة او يعني الموضوع كبير جدا، مش هنقدر نلخصه في حاجة واحدة، لان الممثل عشان يكون شاطر ده بيتطلب حاجات كتير جدا، بيتطلب خبرات حياتية، بيتطلب تعليم، بيتطلب مذاكرة، بيتطلب ثقافة. يعني الممثل مجموعة عناصر كتير جدا مع بعض. ففكرة ان اقولك ازاي تكون ممثل شاطر في 5 خطوات والحاجات دي ما اعتقدش انها ممكن تحصل. خلينا نتكلم ايه اهم العناصر اللي ممكن تكون موجودة عند اي ممثل عشان يكون ممثل شاطر. اول عنصر من العناصر دي هو عنصر الصدق. صدق تتصدق ببساطة. الممثل لما بيكون مصدق الشخصية اللي هو بيلعبها جدا ومتوحد معاها بشكل قوي، المتفرج كمان بيحس بده وبيشوف انه لا، الممثل ده فعلا مصدق الدور ومصدق الشخصية. فالتصديق هو اهم حاجة في التمثيل. يعني في جملة بتقول acting is honesty، التمثيل صدق. فالتمثيل هو التصرف بصدق في ظل ظروف خيالية. ازاي ان انت في ظل ظروف خيالية انك تقدر تصدقها وتتعامل معها على انها حقيقة وواقع. فده اول عنصر. العنصر التاني واللي مرتبط بالصدق الاحساس. عنصر الاحساس من اهم العناصر اللي لازم تكون موجودة عند الممثل. الممثل لازم يكون بيحس الشخصية اللي هو بيلعبها، بيحس الدور، بيحس الموقف، وفي نفس الوقت يكون ضابط الاحساس ده بالظبط، بمعنى انه ما يأفورش احساس، ما يصطنعش احساس مش موجود، وفي نفس الوقت ما يكونش يعني ما يبقاش اوفر وما يبقاش اندر. يعني ما ينفعش ان هو احساسه يبقى عالي قوي او يبقى تحت قوي لدرجة البرود. لازم يكون في سنس كده للاحساس في النص. ده تاني عنصر. العنصر الثالث وده برضو مرتبط بالاحساس هو عنصر الطبيعية. الطبيعية في الاداء، انك تتعامل بطبيعية، ما تفتعلش شيء، ما تحسش ان انت بتبين حاجة معينة او بتوري اللي قدامك حاجة معينة. يعني مثلا لو انت بتعمل مشهد المفروض ان انت بتكذب فيه، فما تقعدش بقى تتوتر وتعمل وتتلجلج في الكلام، ما كده باين قوي ان انت كذاب. فانت لا، انت لازم لو انت بتكذب او تهبط بكل ثقة وتكذب بكل ثقة، فيبان ان انت ما بتكذبش، بس انت الجمهور عارف ان انت بتكذب في المشهد. فالصدق، الاحساس، الطبيعية، الخيال من اهم عناصر الممثل. لازم دايما تنمي خيالك وتدرب خيالك، وده اعتقد بيجي من الفرجة الكتير، انك تتفرج على افلام كتير، تقرأ كتير، خصوصا قراية الروايات. لازم تقرأ في كل المجالات بس خصوصا قراية الروايات بتفتح خيال كبير جدا للممثل. تتفرج على افلام كتير، تتابع مهرجانات عالمية، وتبقى دايما عندك ثقافة فنية. كل ده بيدربك على الخيال، انك تقعد مع نفسك كتير وتعمل تمارين ليها علاقة بالتمثيل. ده برضو بينمي خيالك. تشوف تعمل سيرش على اليوتيوب وتجيب حاجات ليها علاقة بتنمية الخيال. ده برضو مهم جدا بالنسبة للممثل. المذاكرة دي من أهم عناصر الممثل الشاطر. الممثل اللي بيذاكر الدور وبيجتهد وبيسعى ان هو يعرف التفاصيل بتاعت الشخصية، دي من أهم العناصر، ودي اللي بتفرق ممثل شاطر عن ممثل اللي مش شاطر. بمعنى ايه المذاكرة؟ بمعنى انك تحضر للدور بداية من قراية السكريبت، انك تقرأ السكريبت كويس، تقرأ دورك في السكريبت كويس، وبعد كده تبتدي تعمل الريسيرش بتاعك. الريسيرش اللي هو رحلة البحث، تبتدي تدور عن الشخصية دي، تشوف فيديوز ليها حقيقية على اليوتيوب. لو في استطاعة ما ان انت تقدر تروح وتشوف الشخصية دي في الحقيقة او في الواقع او في الشارع. يعني هنفترض مثلا ان انت بتعمل دور واحد بلطجي. لو هتعمل دور واحد بلطجي، ارجوك ما تتفرجش على الافلام وتقلد اي حد عامل شخصية واحد بلطجي. لا، روح انزل الشارع وشوف ناس، وروح مناطق شعبية وشوف الناس دي بتتعامل ازاي. مش شرط بلطجي، حتى لو بتعمل دور دكتور لازم تروح عيادة ولازم تروح مستشفى وتشوف الناس دي بتتعامل ازاي وبتشتغل على الدور ازاي وبتشتغل على الشخصية ازاي. فالمذاكرة من اهم العناصر اللي بتفرق ممثل شاطر عن ممثل مش شاطر. والنقطة الاخيرة في الفيديو ده هي فكرة اللعب عكس المتوقع. بمعنى ايه اللعب عكس المتوقع؟ يعني لو انت بتلعب شخصية واحد شرير، مش لازم بقى الشرير ده يبقى رافع حاجبه كده وبيزعق وبيطجم في الكلام وبيعمل مش عارف ايه. لا، يعني
على فكرة كل الاشرار اللي انت قابلتها في حياتك وقابلناها في حياتنا كانوا شخصيات لطيفة وعادية جدا، بس من جواهم بيكمنوا شر. وما تلعبش الشخصية بدايمنشن واحد، يعني خليها 3 دايمنشنز. بمعنى ايه؟ بمعنى انك انت حاول دايما تخلي الشخصية فيها اكتر من جانب يبان. يعني لو الشخصية الجانب الطاغي اللي فيها شرير ماشي، بس حاول تظهر في مشاهد تانية ان ممكن يبقى شرير بس كوميدي على فكرة، وممكن يبقى شرير وفي نفس الوقت بيحب، ممكن يبقى شرير وفي نفس الوقت لطيف. يعني حاول تظهر كذا، او يعني في جزء شرير كبير بس برضو في مشهد ما ممكن يبان جزء طيب. فانت حاول برضو قدر الامكان انك ما تلعبش الشخصية من جانب واحد وتخلي ليها عدة جوانب. فتلخيصا كده الفكرة ازاي تبقى ممثل شاطر دي حاجة عامة وكبيرة جدا، لكن احنا اتكلمنا عن اهم نقط، وهي مثلا فكرة الصدق، الطبيعية، الاحساس، الخيال، اللعب عكس المتوقع، واهم من كل ده هي فكرة المذاكرة. اشوفكم في فيديو جديد. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا شير ولايك وسبسكرايب. سلام.